لما الخديوي إسماعيل تولى حكم مصر كان عاوز يخليها حتة من أوروبا، وبدأ يختار مكان علشان يبني فيه القصر بتاعه. المكان ده كان منطقة عابدين، اللي كانت في الوقت ده مليانة بالبرك وعدد من المقابر والبيوت. العمال بدأوا يهدوا البيوت، ولما حاولوا يهدوا ضريح ولي اسمه سيدي بدران حصلت لهم حوادث غريبة، لدرجة إن العمال رفضوا يهدوا المقام. الحكاية وصلت للخديوي إسماعيل، اللي استغرب خصوصا إن الوالي مجهول ومحدش يعرف عنه حاجة غير إنه رجل صالح والناس كانت بتزوره علشان تتبارك بيه. فقرر إن هو ما ينقلش الضريح ودخله ضمن تصميمات القصر الجديد. وفضل الضريح، وقام الملك فؤاد الأول بتجديده بزخارف نباتية ملونة وكتابات قرآنية.